السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعيني على قناتي على اليوتيوب إبداعات ندى. اليوم جايبه لكم بقى فكرة جديدة وجميلة حلوة هتفيدكم أوي في المطبخ، إن شاء الله تستفيدوا معايا وتعجبكم. طبعا كلنا في المطبخ لما بنيجي نستخدم أكياس زي دي، كيس مكرونة أو كيس مثلا شعرية زي كده، وناخد منه شوية نيجي نحطه بقى في المطبخ يقع مننا واللي فوق الكيس يقع، طبعا لأنه مش مقفول. طبعا عندنا في الدول بره بيبقوا عاملين زي دي، المفروض بنلزق بيها كده تبقى جايه مع كيس. طيب احنا عندنا طبعا في مصر وفي اماكن تانية كتير ما فيهاش الجزء ده. طب اعمل ايه؟ نفترض اهو ان هو مش موجود، اعمل ايه؟ انا بقى عندي طريقه سهله جدا ان انا بقفل بيها الاكياس دي من غير ما تقع على اي حاجه في المطبخ. طبعا لو انا عندي كيس شيبسي برده زي ده ولادي اكلوا منه وانا بره مثلا ومش هيكملوه، عايزه احطه في الشنطه، طبعا او شيبسي او بسكوت او كيك او اي حاجه بيبهدل لنا الشنطه جدا لو حطيناه مفتوح، وطبعا بنحطه في كيس بيبقى شكله مش ظريف وبيبهدل لنا برده المكان. طيب انا عندي طريقه جميله جدا هنشوف نقفل بيها الاكياس دي ازاي بحيث انها ما تبهدلش المكان وفي نفس الوقت يكون شكلها مرتب ومنظم. ميزه الفكره دي انها بسيطه جدا، يعني تتميز بالبساطه، مش هستعمل فيها غير حاجه سهله جدا وهي الاساتك دي. بعمل ايه؟ بجيب الكيس زي ده كده واقفله كده اهو بس، واجيب الاستك بالشكل ده ببساطه خالص. طيب عندي كيس زي الكرواسون ده او كيس كيك او اي شيء، نفس الشيء هعمله بالاستك، احطه في الشنطه، مفيش اي حاجه هتقع ولا هيتبهدل المكان. طيب عندي انا في المطبخ برضه خدت شويه من المكرونه دي وباقي ده نفس الحكايه اهو. نفس الشيء كيس الشعريه اهو. طبعا لو لاستيك كبير او كيس صغير ممكن الفه مره كمان ببساطه خالص. عندي برضه كيس فينو، طبعا حلوه جدا لو انا هشيل حاجه في الفريزر، برضه ممكن اعملها بنفس الطريقه دي اهو. نفس الشيء احط الفينو كده عشان ما ينشفش مني ببساطه. قفلت الاكياس عندي كلها وحافظت عليها انها تقع وتبهدل لي المكان. ولو انا هرصهم في المطبخ ممكن احطهم كده بشكل بسيط جدا، ولو دول احطهم في الشنطه برضه مش هيبهدلوا لي الشنطه ولا يوقعوا في قلب الشنطه اي شيء، وبحاجه بسيطه جدا وهي الاستيك. اتمنى فكره النهارده تكون عجبتكم، ان شاء الله تطبقوها وتقولوا لي عجبتكم ولا لا، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك على القناه، وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك ابداعات ندى، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.